السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم احسن كيك بالشوكولا اللي غادي تعجب كبير وصغير ان شاء الله باذن الله، بمقادير المكونات اللي كيكونوا في اي دار. فاول حاجه غادي ناخذ الاناء، غادي نوضعوا فيه 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، يكونوا بيضات متوسطين ما كبار باش يجيوكم مع المقادير اللي غادي نعطيكم بالمقياس ديال الدقيق اللي غادي تخدموا به بالخمارات. غادي نزيد عليهم واحد القبيصه ديال الملحه ديما كتعدل الذوق، وبالرغم من ان الكيك كيكون حلو ضروري من ديك الرشيشه ديال الملحه غادي نضيفوها. نزيد عليها واحد الكاس ديال سنيده سكر سنيده ديال ملعبه بالكاس ديال العنبه، واحد الكاس ديال الزيت المائده، كاس ناقص شويه ماشي كاس عامر حتى الفوق، نقول واحد كاس الا ماشي ربع مي واحد شويه. ساشي ديال الفاني من حجم 7.5 سكر الفانيلا غادي نضيفها حتى هي. فوالا غادي ناخذ دابا الخليط الكهربائي وغادي نمزج المكونات كاملين حتى كيطلع في الحجم وكيتغير اللون، يعني كيميل كيرجع ماشي ابيض 100% مي كيميل للبيوضه، كيولي تقريبا بلون كاسي فاتح. غادي ندير المكونات كاملين بهذا الشكل هذا هكا، نحاول ما امكن ندخل كلشي مع بعضياتو باش حتى شي حاجه ما كتبقى ما كتذوبش بهذه الطريقه هذه. دابا راه بدا كيطلع في الحجم شي شويه، من بعد غادي نحصلوا على القوام المطلوب اللي هو هذا، غادي نوليو في هذا اللون وبهذه الكثافه. هنايا كنت زدت كاس ديال الدقيق من بعد ما غربلته ما كنت صورته. دابا غادي ندوز للمرحله ديال انني نزيد ساشي 4 ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات، بيان سور غادي نغربلهم عاد نضيفهم للخليط. كنغربل هادشي باش ما كيبقاوش دوك الكريكبات ولا شي حاجه هكذا معجنه، ولا تكون شي حاجه في الدقيق ولا في الخميره ولا في اي حاجه هكذا كتكون بودر. كنمزج كلشي بالطراب اليدوي بهذه الطريقه هذه، كنحاول ندخل كلشي مع بعضياتو، ونكون حريص على ان الكيك ديالي نخدمو مزيان، يعني ما نخليش شي حاجه هكذا ولا هكذا لان كلشي كيبان. فوالا ما غاديش يجيك بالشكل المطلوب. فوالا دابا غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر، نغربلهم حتى هما باش ما تهبط ليا حتى شي حاجه تخسر ليا الشكل او المذاق ديال الكيك ديالي. غنمزج كلشي عاوتاني بالطراب اليدوي بهذه الطريقه هذه، وغير بشويه يعني ماشي ما نزربش على الكيك ديالي باش ما تبقاش شي حاجه معزوله على حاجه، يعني خص كلشي يتمزج وكلشي يدخل مع بعضياته. دابا هذا هو القوام المطلوب من بعد ما ضفت الكاكاو مر. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه ديال باش غنكمل الكيك ديالي. غادي نزيد شويه ديال الدقيق من الكاس الثاني ديال العنبه، لان انا كنت حاطه 2 كيسان ديال العنبه ولكن ما نخدمش بهم كاملين، واحد الاول كنفرغو كامل والثاني كنبقى نهز منه شويه شويه لدرجه انني ما كنوصلش حتى الكاس كامل، يعني تقريبا كنخدم غير كاس ونص، غير انا كنمشي تدريجيا حيت على حسب الدقيق. مره كيكون الدقيق بنوعيه جيده، مره كيكون كيشرب، يعني ما كتعرفيش كيفاش غادي تخرج لك الطحين، خصك تمشي مع شويه بشويه حتى كتشوفي القوام ديالك كيفاش كيولي. دابا غادي ندوزو الياغورت طبيعي بدون سكر، انا ديما كنزيدو بدون سكر وكنزيدو بلا نكهات، يعني النكهه اللي بغيت نديرها راه كنديرها ولا غندير حامض، ولا الحامض مثلا ما غنديروش مع الليمون، لا غندير ما غنديروش مع الشوكولا، لا غندير ليمون، غادي نزيد اللودو ديال الفاني، غادي نزيد اللودو ديال اللوز، شي حاجه بحال هكا كنديرها بوحديتها. دابا غادي نضيف شويه بشويه الدقيق، وانتم غادي تشوفوا ما غاديش نخدم الكاس كامل.
يكون في الخا ضروري كلشي كيتغربل. غادي نحاول ندخل داكشي اللي زدت ديال الدقيق مزيان بالطراب. ضروري تخدموا الكيك ديالكم الا بغيتوه يطلع بالطريقه بالنتيجه المرغوب فيها. نتوما دابا كنزيد عاوتاني شويه بشويه شويه بشويه، وكيف ما كتلاحظوا راه ملي كنخدم الدقيق ديالي بالطراب اليدوي كنحاول نرسم يا رقم. مثلا انا كندير مره 8 مره كندير زائد. ملي كتبان لي صافي تكتبات فوق السائل وباينه ليا صافي راه كنعرف راسي وصلت للقوام اللي غادي يجيني مزيان وما غاديش يهبط الكيك الا خرجته من الفرن. مع العلم انا الفرن دابا دايره على 180 درجه كيسخن، والمول ديالي دهناه بالزبده ودايره في الثلاجه في الفريغو. علاش كنديرو في الفريغو؟ نتوما دابا انا زدت الطحين وغالبا هذه هي الدفعه الاخرى ديال الطحين اللي زدت. قلت لكم على المول كنديرو، انا كنديرو زبده وكنديرو في الفريغو باش ملي كنجي صافي كيطيب الكيك كيسالي دغيا كيتطلق معايا دغيا ما كيلصق حتى شي حاجه. ما كنحتاجش كندير لا طحين لا والو، لان باش غادي ديري الطحين مع كيك ديال الشوكولا ما زويناش. هي راه ترشيه بالكاكاو، ولكن انا كنفضل ندير غير الزبده. صايبه دابا راه وصلت للقوام المطلوب. غادي نزيد دابا واحد المعلقه ديال الخل ابيض عادي. الخل معروف عليه انه كيتفاعل مع الخميره وهو اللي كيعطينا داك الكيك اللي تيجي شطيطه وزوين ومنفوخ وكتجي فيه دوك التقيبات اللي كنديرو حنايا في الكيك ملي كنقطعوه. هذا دابا غنزيد كلشي. هذا هو المول كيف قلت لكم كيكون طالع من الوسط باش كنخلي بلاصه فين كندير لاصوص. دابا من بعد ما عليت مزيان الخليط ديالي وحطيته في المول درتو في الفران، من بعد ما طلع نقصت عليه العافيه وخرج بهذا الشكل هكا الاسفنجي كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه ما صورتش لكم، كنت نسيت ما صورتش الطريقه كيفاش طاب، ولكن راني شرحتها لكم. شوفوا كيفاش كيجي اسفنجي وخاوي من الداخل وزوين. دابا غادي ندوزو باش غادي نسقيه. غناخذ معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان في الماء بارد. علاش؟ لان الكيك ديالي كنت خليته حتى برد. لو كان غنسقيه وهو سخون غندير غادي الكيك باردون. دابا غنديرو الماء بارد حيت الكيك سخون. لو كان غادي الكيك كان بارد غادي نسخن الماء باش غادي نخلط القهوه. وديك الساعه كيبقى اختياري انكم تسقيوها ما تسقيوهاش، كيبقى اختياري. وكيبقى اختياري عاوتاني نتوما باش بغيتو تسقيوها. كاين اللي كيسقيها بالحليب، كاين اللي كيسقيها بحليب وقهوه، كيسقيها بالقهوه وشوكولا. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال لاصوص اللي غادي نضيف لها الوسط. غادي ناخذ 2 كيسان العنبه عاود ديال الحليب تنديرهم في اناء، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، 2 معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال باردون ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نمزج كلشي وهما باردين حتى كيتداخلوا ويتجانسوا مع بعضياتهم باش من بعد كنحطهم على حمام مريم. من بعد دابا ما سخن الخليط مزيان غنضيف ليه شوكولا سوداء، من الاحسن تكون هي جيده. نضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الزبده باش كيعطيني داك اللمعه اللي بغيت. دابا غنمزج كلشي وهي فوق البان غير بشويه باش ما يتفقش معاكم. دابا راه بدا كيتقال، نتوما كتشوفوا لا فغيونس اللي فيه. الزبده هي اللي كتعطينا ديك لا فغيونس. فوالا دابا راه لما بان ليا دابا بدا كيتقال صافي راه واجد باش نستعملو. هذا هو الجهد اللي بغيت انا، مبغيتوش يجي ثقيل بزاف عاود. وما حدو سخون غادي نخوي على الكيك لان الكيك بارده مزيان، ما عنديش مناش نخاف. نخاف عليها لا تفجر لا حتى شي حاجه لان بارده واخده زعما واخده حقها من البروده. غادي نخوي داك الخليط اللي صاب ديك لاصوص الشوكولا
بهاد الطريقة هادي. صافي نحاول نقادو غير نشد الكاك من الطبسيلة ولا الصحن اللي انا حطاه فيه ونحاول نقادو غير سميتو منقش الكاك، نحرك غير الصحن راه غادي يتقاد وغادي توزع ديك لاصوص بهاد الطريقة هادي. غادي ناخد شوكولا فيرميسيل نحاول نزين بها الجناب ديال الكيكه باش لان حتى المنظر كيجي زوين بها، ولو كانت في شي لون اخر مزيان على حساب نتوما الوليدات ديالكم شنو كيبغيو. فوالا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ديال اليوم، كيجي زوين صراحه مسقي، كيجي داك الميلونج ما بين شوكولا كافي، كيجي داكشي زعما ما نعاود ليكمش، خصكم ضروري تجربوه ان شاء الله.